مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 للي عم يشاهدونا عبر الإذاعة عبر بث الفيسبوك على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا من وراء الميكروفون عماد خلف في التقديم، وزملائي بالكنترول شيرين ومحمد على البث المباشر. ضيفنا بالاستديو الدكتور حسين عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. اليوم رح نحكي عن موضوع عام ومهم جدا وآني، يعني بهالفترة هاي في كتير ناس عم يعانوا منها، فترة الربيع خصوصا. آلية حدوث أو الحساسية، حساسية الأنف والجيوب الأنفية. يا ترى شو هي؟ شو الأعراض؟ شو الأسباب؟ كيف بيتشخص؟ كيف بيتعالج؟ وعديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور حسين عثمان. بالبداية رح نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا، يعطيكم العافية على هاي الاستضافة. شكرا لكم دكتور. مستمعينا، إذا حابين تأغنوا لقائنا، تشاركونا بآرائكم أسئلتكم، فيكن تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر كومنت على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم ورح تأغنوا اللقاء بأسئلتكم واستفساراتكم. مثل ما قلنا عبر الواتساب في برسالة 093 82 80 81 4. الحساسية أو الكلمة الشائعة بين الناس، واللي عادة الطبيب بيقول للمريض أنت معك حساسية. يا ترى كتعريف لو توضح لنا دكتور شو هي؟ تمام. هلا الحساسية مثل ما ذكرت هو عرض شائع جدا، ونحن طبعا نعتبره مرض شائع جدا موجود بكل أنحاء العالم. حساسية الأنف والجيوب. هلا بالنسبة الأعراض يلي عادة بيجينا مريض الحساسية، الأعراض متعددة حقيقة. الأعراض الشائعة هي موضوع طبعا احتقان الأنف أو تسكير الأنف. يعني إذا بدنا نحكي باللهجات العامية، المريض عادة يشكي على طول الأنف مسكر، عم يضيق نفسي، في سيلان وفي عطاس، أحيانا يكون في حكة بالأنف، في حكة أحيانا بالعين. تمام. احيانا ممكن يترافق هذا الشيء بصداع مثلا نتيجة الضغط والثقل اللي موجود هون بهالمنطقة. دخل الجبهة في اعراض اخرى ممكن للحساسية، هي موضوع نحن بنسميه انه دائما المريض يشعر انه في شيء بحلقه. يعني على طول يحس انه في شيء بحلقه بده يطالعه ما عم يقدر يطالعه. المرضى يجوا لعنا انه دكتور حلقي في بلغم. حقيقة هذا البلغم أحد أعراض الحساسية، حساسية الأنف والجيوب. عم يحاول يطلع ما عم يقدر يطلع. السعال ممكن يكون أيضا من أعراض الحساسية. المريض عم يسعل فترات طويلة بدون ما يكون في مشكلة عنده بالصدر أو مفرزات أو إيه كذا. في عنده سعال. الحساسية هي عبارة عن يعني فينا مرض التهابي مزمن بالغشاء المخاطي بالأنف وبالجيوب الأنفية. مرض التهاب مزمن في الأنف والجيوب المحيطة بالأنف. هذا الالتهاب مزمن، ولكن بيجي أحيانا يتفاقم. يعني تشوف المريض هادئ ما عنده شيء، استقر فترة، يجي فترات نحن نسميه فترات الموسمية، مثلا فترة الربيع اللي هلا نحن فيه من هلا لنهاية الشهر السادس، الأعراض تزداد، يعني تتفاقم. السيلان يزداد، العطس يزداد، احتقان الأنف يزداد، الصداع يزداد، ممكن السعال يزداد، ممكن غياب الشم تماما يصير بهالفترة هي الحادة. هي نحن نسميه الأعراض الحادة للحساسية. تتفاقم تتفاقم، بهالفترات يعني. لكن الحساسية هي مرض مزمن موجود مثل يعني. السكري، مثل نعم. الضغط. مهم. هدول أمراض مزمنة، تماما. يعني موجود عند هذا المريض مهم. بشكل مزمن ما صح. بيطيب منه، ولكن يجي نوبات تفاقم حاد. فهي الأعراض الحادة هي عادة عم تجيب المريض لعنا. تماما. لما يكون في أعراض حادة المريض عم يسعى وراء إنه شيء يريحه، تماما. إنه بدي شيء يفتح أنفي،
بدي شيء يخفف لي هالأعراض، هالصداع. صداع، الآلام. آه، طبعا مريض الحساسية لما يجينا لازم نحن نشخص انه هذا معه حساسية، لانه ممكن ما يكون في عنده حساسية. مريض ممكن يكون عنده قريب، مهم. ممكن يكون في عنده التهاب جيوب، تماما. ممكن يكون في عنده مشاكل بالأنف غير الحساسية، صح. انحراف الوتيرة، مثل ضخامة القرينات. مريض ممكن يكون عنده شغلات تانية بالأنف، مهم. مثل أورام، مثل بوليبات. ممكن. فتشخيص الحساسية هو تشخيص دقيق جدا. تماما. تشخيص الحساسية تشخيص دقيق جدا. إذا بدنا نحكي على التشخيص دكتور. هلا أهم شيء بالتشخيص هو الفحص من قبل طبيب الأنف والأذن والحنجرة، هذا هو الأهم. بالعين يعني، بالفحص طبعا حقيقة الفحص بالعين المجردة لا يكفي لتشخيص الحساسية. أيوة. هلا الشيء المهم جدا بتشخيص الحساسية هو موضوع الفحص بمناظير الأنف والجيوب. تماما. لما يكون في عندك منظار وبدك تفوت لجوات الأنف وتشوف لون المخاطية وتشوف لون المفرزات يلي عم تطلع من الجيوب، أيوة. هي بتشخص عندك الحساسية بنسبة عالية جدا. في فرق بين يعني مفارقة بين حالة وحالة. أيوة. حالة وحالة. أما أحيانا إذا بدنا نعتمد على صور شعاعية بسيطة أو صور طبقي محوري أو ما شابه ذلك، أو نعتمد على الأعراض، فقد نخطئ بتشخيص الحساسية. ممكن مريض قريب أو مريض التهاب جيوب أو مريض عنده ولنفترض بوليبات، ممكن يجي لعنا ونحن نشخص له حساسية، وبالتالي هذا تشخيص خاطئ اعتمادا على العين المجردة. تماما. فلما يكون تشخيصنا خاطئ العلاج رح يكون أكيد خاطئ. أكيد. لأنه علاج الحساسية، نحن شخصنا الحساسية، جانا مريض عنده هالأعراض اللي ذكرنا، عملنا له فحص للجيوب وفحص للأنف عن طريق مناظير. هلا المناظير يا اما بده يكون عندك منظار صلب او بده يكون عندك منظار مرن. هلا المنظار الصلب بيشخص، لكن مو كل المرضى يتحمل. يعني مريض ما بيتحمل المنظار الصلب وهو واعي، يعني هو واعي، خاصة الأطفال. الطفل لا يمكن تعمل له منظار صلب، غير متعاون، ما راح يسمح لك. صح. بده يكون عندك منظار مرن لإجراء على الأقل تشخيص فقط لا غير. مجرد أنت شخصت الحساسية، العلاج ممكن يكون بسيط جدا جدا جدا. حلو كتير. ممكن يكون العلاج صعب جدا جدا جدا. كيف هذا؟ هلا إذا المريض جانا مريض الحساسية، إذا جانا بالمراحل المبكرة، يعني ما في مضاعفات. يعني هلا جانا الطفل ولنفترض، أو جانا مريض في عنده حساسية، ممكن تعطيه أنت شراب تحسس إذا كان طفل يطيب، ممكن تعطيه حب حساسية ممكن يرتاح وتغيب الأعراض عنده. تمام. أما إذا جانا بمضاعفات، لأنه مريض الحساسية أكيد راح يجيك بمضاعفات. صح. وغالبا مريض الحساسية عم يجينا باختلاطات ومضاعفات. يعني مثلا الأطفال عم يجونا بضخامة ناميات، تمام. عم يجونا بالتهاب جيوب، تمام. عم يجونا بضخامة قرينات، هدول مضاعفات. ممكن يجينا مريض الطفل معه حساسية، ممكن يجينا بحقيقة بانسقاط غشاء طبل وضعف سمع، هذا جانا بمضاعفات الحساسية. تمام. هون صار العلاج صعب. شلون صعب؟ يعني بدك تعالج التهاب الجيوب. أكيد. التهاب الجيوب عند الطفل يعني يحتاج إلى علاج دوائي 4 أشهر. تصور ما في بالدنيا الطفل 4 أشهر تقدر تعطيه دواء، مستحيل يعني. يعني الأهل ما راح يوافقوا تماما، والطفل ما راح يتعاون مع الطبيب. صح. فهذا مضاعفة مزعجة بالنسبة لنا، مضاعفات مزعجة، علاج صعب مو سهل. تاني ممكن يجينا الطفل بضخامة ناميات كمضاعفة من مضاعفات الحساسية. تماما. تعال بدك تعالجه، مستحيل الناميات تكبر توصل لهالحجم تيجي تعالجه. صح. بدك تعمل له عملية. الأهل يرفضوا فكرة العملية عن طفل لساته صغير. غالبا الأهل عم يرفضوا. عم يجينا كتير ناس عم يرفضوا العملية إنه الطفل لساته صغير وما يتحمل التخدير، فالمضاعفات تزداد ويدخل الطفل بدورة المضاعفات أكتر وأكتر. للأسف. ممكن الطفل يجينا بموضوع ضخامة قرينات. ضخامة القرينات هي أحد مضاعفات الحساسية. بده كوي قرينات أو بده خزع قرينات وما إلى شابه ذلك. فهي جانب مرحلة العلاج فيه صعب جدا. هلا عند الكبار ممكن مريض الحساسية إذا أهمل حاله وما عالج حاله
ممكن يتشكل عنده بوليبات، انفه معبي بوليبات. نعم. يجينا مرضى الانف، تفحص الانف معبي بوليبات، عنقود من البوليبات. عناقيد كأنك حبات عنب نعم. وحاششة بالانف. تماما. كل هاي مضاعفات. هذا اذا بدك تعالجه بدك تعمل له عملية شي 4-5-6 ساعات تماما. لحتى تفضي له كل هالبوليبات. نعم. هذا لو جاينا بمراحل مبكرة بجوز كان نحن قدرنا ما انه نوصله لمرحلة المضاعفات. تماما. فعلاج الحساسية ممكن يكون بسيط جدا وممكن يكون صعبة جدا. هلا بالنسبة للعلاجات، في علاجات عامة الكل عم يعطيه، الصيدلي عم يعطيه وهو من تلقاء نفسه عم ياخذ. هي آمنة إلى حد ما، نحن بنسميه حبوب التحسس أو مضادات الهستامين. هذا أنا أتفق أنه من ما ياخده بدون استشارة طبية ما لا مضاعفات، ما في مشكلة. نعم. لكن هلا حاليا في عندنا ما يسمى بالكورتيزون المديد أو الإبر، بيسموه إبر الحساسية. نعم. هذا إبر الحساسية هلا حاليا وقبل عم تعطى بدون وصفات طبية. المريض بياخذ إبر الحساسية من عنده، الصيدلي يعطيها، الممرض يعطي، الكل صار يعطي. تماما. حقيقة هي الإبر الحساسية بتعالج الحساسية لفترات قصيرة، لكن عم تخلي المريض بعدين يصير معه مضاعفات. تمام. عم يجينا بمضاعفات، مو بس مضاعفات الحساسية، مضاعفات الحساسية ومضاعفات إبر الكورتيزون. تماما. يعني أحيانا يجينا مريض حساسية أخذ بالسنة 2 إبر حساسية، يجينا مضاعفات، ويجينا بمضاعفات إبر الحساسية اللي هي هشاشة العظام وارتفاع الضغط والسكر. يعني هلا حتى إذا بدك تعمل له عملية ما بقى في داعي تعمل له عملية، لأنه صار مريض غير مرشح للجراحة. تماما. فصار بده يقضي كل حياته، نحن نسميه الكواليتي اوف لايف، يعني نوعية الحياة سيئة جدا، ما فيك تخدمه بشيء. صار المريض ضمن اختلاطات إبر الحساسية. إبر الحساسية بدي يركز عليها لأنه عم نشوف نتائجها السيئة على المدى البعيد بصراحة. نعم. وفي كتير عم يشجعها، فهو غلط. إبر الحساسية لازم نتجنبها قدر الإمكان. تماما. دكتور، هلا من شوي حكينا عن موضوع النزلات البرد والإنفلونزا والجريبات، فشو وجه الشبه أو الفرق بين التهاب الجيوب أو الحساسية الجيوب يعني ونزلات البرد والإنفلونزا والجريب؟ هلا حقيقة الأعراض قريبة جدا، إلى أحيانا ممكن بس تعتمد على المريض وأعراضه، ممكن ما تشخص بصراحة إنه هل هذا حساسية أم مثل ما تفضلت هو نزلة برد أو نزلة إنفلونزا. الفحص بالمنظار، لما تفحص أنت بالمنظار مريض الجريب أو مريض الإنفلونزا في احتقان شديد، يعني الغشاء المخاطي عنده يكون أحمر أحمر أحمر، يعني الدم عم يلمع فيه لمع. عكس مريض الحساسية، مريض الحساسية المخاطية بتكون لونها وردي مثلا أو أفتح، وردي أو غامق، أو احتقان نحن نسميه احتقان صفراء، يعني مثل لون أصفر إلى حد ما. هذا نحن كتشخيص تفريقية. رغم ذلك أحيانا التشخيص ما نسهل. عادة الحرارة الزائدة، الحرارة لما يكون مريض يجيني بحرارة زائدة ممكن يكون نزلة برد أو ممكن يكون انفلونزا، أحد ممكن مؤشرات يكون التهاب يعني. الجيوب، صح. ممكن ما يكون حساسية. لكن يبقى التفريق بيناتهم سريريا صعب جدا. صعب. فبحاجة أن الواحد يفحص بالمنظار لحتى يقدر يميز هالعلامتين بيناتهم. بيضل موضوع التحاليل، أحيانا ممكن نلجأ للتحاليل لنفرق بين الحساسية وبين الجريب. عادة الجريب ما بيطول. تمام. يعني مريض الجريب عادة ما بيطول، أما مريض الحساسية بالعادة ما يشفى. صح. يعني تاخذ معه أشهر وشهرين 3، وحتى لو تعطيه دواء يرتاح فترة مؤقتة ويرجع ينتكس. مريض الجريب يعني 5 أيام 6 أيام أسبوع 10 أيام بيطيب. إذن هذا هو وجه الفرق بيناتهم يعني. الفرق أنه مريض الجريب يتحسن تماما خلال فترة قصيرة. تماما. مريض الحساسية ما بيتحسن عادة. تماما. أكيد. دكتور، هلأ من شوي حكينا عن بعض المهيجات، فنحن باعتبارنا هلأ بفصل الربيع وأغلبية المرضى بيعانوا بهالفترة اللي من شوي حكيت طرقت عليها. يا ترى العوامل المسببة أو المهيجة لهالموضوع هذا شو هن؟ هلا المهيجات كثيرة. فصل الربيع بحد ذاته هو مهيج.
نعم. الروائح هي نعم. أحد المهيجات. نعم. التلوث البيئي هو أحد المهيجات. مهم. الدخان هو أحد المهيجات. نعم. في بعض الأكلات ممكن تتهيج، يعني بصراحة في بعض الناس أكلات معينة ممكن يصير معها حساسية، لكن الظروف الجوية المحيطة هي أهم المهيجات. مهم. الدخان، الروائح، التلوث البيئي، العطورات، الزهور، فصل الربيع بحد ذاته. هلا هذا المهيجات المعروفة، بس حقيقة الشيء المو معروف اللي نحن نسميه ايديوباثي مجهول خفي. السبب، صح. هو مو معروف. يعني مو معروف ليش عم بيصير هذا التهيج. هذا نحن يقع ضمن بند نحن نسميه الالرجين فانجرينوسيوزايتس. هذا الاساسي. تعمل له تحليل بالدم اللي هو الانترلوكين جي اي يطلع عالي جدا فوق ال 150. هدول المرضى نحن نسميه بنيوي، يعني في بالدم عندهم قابلية للتهيج بدون ما يكون في هالعوامل اللي ذكرتها. صح. يعني ما في تلوث بيئي، وما في لا دخان، وما في لا فصل الربيع، بس على طول في عنده هالتهيج. هذا نحن نسميه تهيج مجهول السبب، له علاقة بطبيعة الجسم. وهذا الإنسان طبيعته هيك، مناعته تعمله تحليل مناعي، الاي جي يطلع اي جي عالي جدا عند هدول المرضى. هدول حتى احيانا نضطر انه نحن نعطيهم مضادات المناعة لحتى نخفف لهم من هالتهيج او من هالحساسية. تماما. نعطيهم ابر تحت الجلد، ابرة كل شهر، لحتى شوي تهدي عندهم الجهاز المناعي اللي هو عبارة عن ارتكاز للوسط الخارجي. تماما. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا على موجة الاف ام 103.5 ضيفنا بالاستديو دكتور حسين عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، عم نحكي عن موضوع الحساسية أو حساسية الأنف والجيوب أو الحساسية الأنفية المتعارف عليها، المصطلح المتدارج بين الناس. إذا حدا أي عنده سؤال فيكم تتصلوا معنا بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4 على صفحة الإذاعة على البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. عبر أي سؤال أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. وممكن في الأخ بافي دوست كاتب: دكتور، ما هو العلاقة بين الحساسية ومميعات الدم؟ بظن السؤال واضح، هو إنه مو العلاقة، ربما إنه اللي عم ياخد مميع عنده حساسية. شو المشاكل؟ أكيد بظن إنه سؤال هذا هو. فاللي كاتبه: دكتور، ما هو العلاقة بين الحساسية ومميعات الدم؟ هلا حقيقة الدراسات عم بتقول إنه مرضى اللي عم ياخذوا مميعات عم يصير عندهم حساسية مزعجة بالأنف، عم توصل حتى لدرجة البوليبات. في ناس عم نضطر إنه ممكن نوقف له المميع إذا ما في مخاطر يعني. نعم. المميع أثبت إنه له علاقة بحساسية الأنف وتشكل البوليبات. هي بسميه الحساسية المعتمدة على الأسبرين. طبعا المميع هو الأسبرين قصده، مو المميعات اللي تعتمد على طرق تانية على مضادات تخثر، بس الأسبرين. الأسبرين كمميع، الناس عم تحكي إنه هذا مميع. الأسبرين هو له علاقة بحساسية الأنف والجيوب. أما المميعات التانية ما في أي علاقة. تمام. الأخت فاطمة كمان كاتبة سؤال: ممكن سؤال أولادي الأربعة معهم حساسية وتشتد عليهم في الربيع والخريف، فشو الحال بالنسبة لعمليات الجيوب والانحراف؟ هل هي شافية أم بترجع؟ سؤال طرحنا عند الدكتور. ممكن أعيد لك يا دكتور سؤال؟ تمام. هلا أولاد أربعة في عندهم حساسية، ما بنعرف إنه أولاد أربعة عندهم حساسية. التشخيص عليه إشارة استفهام، لأنه 4 أولاد في عندهم حساسية وتهيد بفترة الربيع. هلا إذا التشخيص هو حساسية، فمثل ما ذكرنا العلاج ممكن يكون سهل جدا. أما إذا في مضاعفات صارت، يعني مثلا داخل الطفل بالتهاب جيوب مزمن، داخل بضخامة ناميات، داخل بضخامة قرينات، داخل بمشاكل إذن، فهذا الطفل دخل بمرحلة المضاعفات. هون لازم نتدخل بالعلاجات التنظيرية الجراحية. هلا ليش سمعة عمليات الجيوب سيئة؟ من ما تحكي يعني الختايرة عامة الناس لما تحكي بعملية الجيوب يقول لك دكتور عمليات الجيوب عم ترجع. تمام. هلا اللي شوه سمعة عمليات الجيوب هي التقنيات الجراحية اللي كانت متبعة قديما
قديما وإلى هذه اللحظة. نعم. يعني أقدر أقول لك فوق 70% من عمليات الجيوب يلي عم تجرى حاليا عم تجرى بطرق جراحية وليس بطرق تنظيرية. مهم. فالنتائج ما جيدة بالتقنيات الجراحية، تماما. لذلك عم بيصير نكس. أها. أما عندما نتبع التنظير بمعالجة مضاعفات الحساسية بالجيوب، سواء كان بالوتيرة سواء كان بالبوليبات، واللي حقيقة هلا في كتير مضاعفات الجيوب. هلا مثلا البوليبات لا يمكن إجراءها بالجراحة، تماما. صعب. رح تنكس. يعني أنا أقدر أقول لك 100% رح تنكس إذا أجريتها جراحيا. الناميات ترجع يعني. نسبة النكس بالناميات فوق 70% إذا أجريت بالطريقة الجراحية التقليدية نعم. يلي هي الطريقة المعروفة. معروف. القرينات كذلك مهم. إذا أجريت بالطريقة الجراحية فنسبة النكس عالية. هلا إذا اتبعنا الطرق التنظيرية بمعالجة هاي المشاكل حقيقة النتائج عالية جدا جدا جدا، ونسبة النكس يعني متدنية جدا جدا جدا. تماما. ناهيك على مثل الشفاء العاجل وراحة المريض أكثر. طبعا طبعا يعني ما في طبعا مثلا نزف أكثر، ما طبعا. في يعني مميزات الجراحة التنظيرية، مميزاتها كثير يعني. تماما مميزاتها. وسبق وحكينا عن هالموضوع. أيوة سبق وحكينا عنها. فهي عم تحكي إنه نتائجها كويسة، نتائجها بالجراحة التنظيرية ممتازة جدا جدا. تماما. نتائج ممتازة وعودة يعني شبه مستحيلة يعني. النكس فيه نادر جدا. تماما. يعني إذا مثلا مريض إجانا معه جيوب أو معه بوليبات أو معه ناميات، مهم. أجريناه بطريقة جراحية وأجريناه بطريقة تنظيرية، نسبة النكس بالجراحة عالية جدا، نسبة النكس بالتنظير منخفضة جدا جدا جدا. وفي فرق حتى بالنتائج، يعني مو بس صح. يعني مريض التنظير عم يلقى نتائج ممتازة مقارنة مع الطريقة الجراحية. صح. صحيح الجراحة إلى حد ما يعني كانت متبعة، بس حاليا ما في مبرر لا لأنه نحن نعرض المرضى لعمليات جراحية، لأنه صار في عندنا أدوات تنظيرية متوفرة. صح. وصار في شركات عم تعطي أجهزة تنظير رخيصة جدا. نعم. وصار بإمكان أي مشفى وبإمكان أي طبيب أنه يأمن عدة التنظير لإجراء عمليات صح. الجيوب التنظيرية. والتنظير دخل عالم الطب من جميع اختصاصاته. بالضبط. يعني سواء جراحة الأنف والأذن والحجرة، جراحة العامة، جراحة العصبية وكثير من الجراحات. بالضبط. أكيد. بالضبط. دكتور الأخت دنيا كتبت سؤال: دكتور لو سمحت، أنا حامل بالشهر السابع وعم أخذ أسبرين وعندي حساسية وتزيد في فترة الربيع، بشو تنصحني؟ أوقف الأسبرين؟ طيب أكيد طبيبة النسائية هي اللي وصفت الأسبرين، فرح ناخذ رأي دكتور حسين أيضا بهالموضوع هذا. الأخت دنيا الحامل بالشهر السابع، الأسبرين أكيد الطبيب النسائية ما رح يسمح أنه نحن نوقفه. هلا ممكن تاخذ علاج الحساسية اللي هو حب حساسية. إذا ما تم السيطرة على أعراض المريضة ممكن نحن نعمل شيء اسمه تنظير، إجراءات تنظيرية بسيطة سواء تحت التخدير الموضعي أو تحت التخدير العام إذا الأعراض مزعجة جدا. تماما. تمام. أما خليها تجرب هلا العلاج الدوائي. تماما. ما في راحة، معند، يا تنطر ليخلص الحمل باقي له شهرين. تمام. مثلا. أو في إجراءات تنظيرية بسيطة ممكن تعمل مثلا شوي ما لا آثار جانبية ولا أي شيء، تخدير موضعي ممكن يمشي الحال. تخفيف من حجم القرينات ممكن طبعا بالتنظير ممكن نعمل شوي. في نقطة كتير مهمة أنا حابة أذكرها. تفضل دكتور. مرضى الحساسية كتير منهم عم يجونا دكتور الحساسية ما لها علاج. دكتور الحساسية على طول بدك تاخذ دواء مثل الشقيقة. صار طابوا على اسمك يعني. نعم. مثل الضغط مثل السكر، هيك مفكرين الحساسية هو مرض مزمن. صح. ولكن العلاج الجذري والنهائي موجود متوفر. يعني ممكن أنت بعملية تنظيرية، وأنا بسميها بسيطة جدا حقيقة. عملية تنظيرية ما بتطول أكثر من نص ساعة إلى 3/4 ساعة، ممكن تريح المريض من موضوع حساسية الأنف إلى الأبد بعملية بسيطة. يعني ما أنا كتير بس لهلا المرضى مو مقتنعين بهذا الشيء، فكرين إنه الحساسية خلاص يعني مثل الشقيقة ما له علاج. حقيقة له علاج، وعلاجه ما صعب وسهل وبإجراء تنظيري بسيط. حلو.
سواء كان طفل أو سواء بالغ كان يعني. طفل أو سواء كان بالغ. نعم. إجراء تنظيري بسيط بسيط. ممكن تخلص هذا المريض من موضوع الحساسية مدى الحياة. نعمة هي. هي نعمة طبعا. وبشرى هي إجراءات ما كانت موجودة تماما من قبل 10 سنوات. نعم. لذلك مرضى لهلا، مرضى الحساسية مفكرين انه خلاص رح يضلوا على هالأدوية طول العمر، على هالإبر طول العمر. تمام. دكتورة، لو نحكي انه من المفروض ايمتى يزور المريض او مريض الحساسية طبيب الأنف والأذن والحنجرة، ايمت من المفروض انه خلص لازم تزور الطبيب؟ يعني الحالة هاي ما عاد يسكت عليها، في يعني الذروة لو تحكي لنا عنها. أي مريض عنده أعراض الحساسية بالأنف خلي ياخذ حب الحساسية مدة أسبوع. خلال أسبوع تم السيطرة على أعراض، طبعا بوصف الطبيب يعني. يعني هلا حبوب الحساسية اللي هي معروفة تماما. حبوب آمنة. مهم. حتى لو بدون وصفة طبية هي حبوب آمنة. ما بتزيد الوزن. هالحكي مثلا الشائعات اللي انه والله فاتح شهية وكذا. لا، بشكل عام اللي عم يعطي حبوب الحساسية ما عم يعطي اللي تفتح الشهية. تماما. لأنه اللي تفتح الشهية بالعادة يعطيها الطبيب فقط. تمام. يعني أما حبوب الحساسية الدارجة عم يعطوها الصيادلة، وعم ناخذ الناس حتى صارت جار يسأل الجار بدي حب حساسية. نعم. هدول بالعادة ما يعملوا شيء، هدول حبوب آمنة إلى حد ما. كويس. نحن عم نقول أسبوع، خذ لك هالدواء أسبوع، شفت أعراضك اختفت، ما في داعي تراجع طبيب انفوز وحنجرة. لكن انت وقفت الدواء، بعد كم يوم رجعت الأعراض، رجعت تاخذها وما عم يتحسن الأعراض، عم الأعراض تختفي وترجع تجي. نعم. هون لازم انت تزور عيادة طبيب انفوز وحنجرة لتتأكد انه انت صار عندك مضاعفات ولا لا. هلا لانه انا قلت انه مرضى الحساسية غالبا عم يجونا بمضاعفات الحساسية. صح. يعني ما عم يجونا بمرحلة الحساسية. صح. عم يجونا لما يصير عندهم مضاعفات يلي هي ذكرناها، أذية، يلي هي التهاب جيوب مزمن. صح. يلي هي بوليبات. نعم. يلي هي ضخامة قرينات، ضخامة ناميات. هدول كلها مضاعفات، عم يجونا بالمضاعفات. هدول ما بقى يرتاحوا على حبوب الحساسية. صح. هدول بدك تتداخل بإجراءات تنظيرية لحتى تريحهم. تماما. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسين عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة. عم نحكي عن موضوع الحساسية، موضوع جدا مهم وحاليا في كتير ناس عم تعاني منه. نتمنى لكم السلامة دائما طبعا، وأي حدا عنده سؤال فينه يشاركنا بسؤاله. دكتور، المضاعفات حكينا عنها، هلا موضوع التشخيص كمان يعني لمحت عنه بأكثر من محور وتطرقت له. يعني التشخيص السليم، قاعدة التشخيص، البند 1 والبند 2 3 وإلى آخره، البروتوكول اللي بتتبعوه لتشخصوا حالة الحساسية. البروتوكول الأهم بالنسبة لتشخيص الحساسية مثل ما ذكرت هو فحص مريض الحساسية بمنظار الأنف والجيوب. نعم. المرن. هلا عند الطفل إجباري لازم يكون عندك منظار مرن لحتى تنظره بالعيادة. تماما. الطفل ما راح يخليك تنظره تماما وتعمل له فحص بمنظار الصلب. إذا ما كان عندك منظار لتنظر أنف هذا الطفل ما راح تشخص. صح. ما راح تشخص وبده يتأخر التشخيص، وراح يدخل الطفل بمضاعفات الحساسية. هلا في مضاعفة كتير مهمة بدي أذكرها عند الأطفال لأنه شايع وعم شوفها كتير بعياداتنا. كتير أطفال عم يتضرر عندهم السمع، وعم يتضرر عندهم، عم يصير في تأخر بالنطق. صح. لأنه الأطفال عم يجونا عندهم ضخامة عندهم ضخامة ناميات من مبدأ التحسسي ومؤثر على أذنهم. يعني عم يصير في عندنا أكياس مي بالأذن. هي أكياس المي يوم يومين 3 سنة سنتين عم يعمل ضعف سمع عند هذا الطفل، وبالتالي الطفل عم يتعرض لتأخر بالنطق، عم يتأخر ليحكي. نعم. هي كلها مضاعفات الحساسية، مضاعفات ضخامة الناميات. عم يصير في إهمال بمعالجتها وفي إهمال بتشخيصها. هلا ما عم يتشخص. لو يتشخص بشكل صح ممكن يتعالج بشكل صح، لأن أحيانا يكون في خطأ بالتشخيص وفي خطأ بالعلاج. نعم. دائما المريض سبحان الله عم يحب الطبيب يلي لما يجي لعنده على العيادة ما بدك شيء.
ما معك شيء. صح. المرضى كتير يحبوا هالجملة، مهم. ما معك شيء وما بدك شيء. أحيانا يجينا مريض الله في عنده مشكلة بالجيوب، وفي عنده ضخامة مهم. ناميات، وفي عنده انسقاء بغشاء الطبل، تماماً. وعنده كومة مضاعفات، وتقول له في عندك مشكلة، يقول والله الدكتور فلان يقول ما معك شيء ما بدك شيء. فالإهمال بالتشخيص والإهمال بالعلاج نعم. هي اللي عم تسبب هاي المضاعفات اللي علاجها أحيانا والله صعب جدا. الطرفين اللي هو الطبيب اللي يعني علاجنا او تشخيص ناقص، تمام. والعلاج كمان ما بيكون، المريض كمان بيرفض هالموضوع هذا. تمام. دكتور، العلاج مثل ما حكينا كمان طرقت على موضوع، هل بدنا نحكي عن محور العلاج؟ فأحد المستمع أو المشاهدين كمان بعد سؤال، ما بعرف، بحس إنه سؤاله حسب ما أنا فهمت منه إنه بده العلاج ما عدا العمليات الجراحية. الأخ آلان كاتب سؤال للدكتور عن أمراض جيوب الأنف عدا العمليات الجراحية. بظن سؤاله هو واضح إنه علاجه دوائي. شو هو؟ هلا بشكل عام إذا ما في مضاعفات، إذا مريض حساسية إجانا العلاج سهل جدا، نبلش عنده بحبوب الحساسية أو بشراب إذا كان طفل شراب الحساسية. نعم. ممكن نعطيه كورتيزون فترة قصيرة، نعم. 5 أيام أسبوع، فترة قصيرة بس مو إبر. تماما. الإبر هذا نحن بالنسبة لنا خط أحمر. نعطيه علاج فترة معينة، ما تحسن الطفل أو ما تحسن المريض، ممكن نضطر نعطيه كورس لمدة 4 أشهر. تمام. هلا هذا الكورس اللي هي فترة علاج 4 أشهر هي فترة طويلة جدا. طبعا مزعجة جدا. الأهل لازم يكونوا متعاونين، مم. لازم يقتنعوا بهذا الشيء، لأنه في كتير حالات عم يعطي نتائج كويسة إذا التزم فيه الأهل. مم. هلا إذا ما مشي الحال، لم يبقى قدامنا غير الخيارات التنظيرية لحتى نعالج مريض الحساسية. مم. الخيارات التنظيرية وهي خيارات حقيقة سهلة، مم. ما أنا خيارات مزعجة ونتائجها ممتازة، وبتريح الطفل وأهل الطفل وما له وحتى أعراض بتريح الطفل جانبية يعني. تماما. تماما. يعني مريض عنده ضخامة ناميات، مم. من السهل جدا تعالجه بالتنظير. مريض عنده ضخامة قرنيات أو وتيرة من السهل جدا. مريض عنده بوليبات من السهل جدا تشيله إياه بجهاز الشيفر بحيث ما بقى ينتكس حتى. تماما. هذا الفرق لما يجيك مريض معه بوليبات، مم. بدل ما تشيل إياه بالجراحة تشيل إياه بجهاز الشيفر. جهاز الشيفر قادر يشيل بنسبة 100%، بس تمام. الجراحة وبدون رد دكتور، وبدون وبدون رد وزمات وبدون اختلاطات، شغلة صح. كتير مهمة. مم. هلا مرضى البوليبات هي أحد مضاعفات الحساسية طبعا. اللي ما بيشموا، هدول في مرضى ما بيشموا، هدول عندهم بوليبات، شوف الأنف معبي بوليبات. هلا ليش الطبيب عم بيخاف من جراحة البوليبات وجراحة الجيوب؟ لأنه اختلاطاتها حقيقة خطيرة. إذا صار في اختلاطات نعم. اللي هي موضوع لا سمح الله العمى، مم. ممكن يصير معه عمى. إذا بده يشتغل على بوليبات الجيوب الغربالية ممكن يصير معه عمى، أو لا سمح الله ممكن يصير معه نزيف سال دماغي شوكي. إذا بده يشتغل على الخلايا مستوى الغربالية والوتدية ممكن يصير في عنده اختلاط. فالمريض عم بيخاف من موضوع البوليبات، فلذلك أحيانا عم يخوف المريض إنه هاي العملية خطيرة، شو يضرب عينك. مم. مريض يخاف، تماما. ما بقى تقدر تجيب له سيرة العملية، تماما. بضل هيك عايش طول حياته. صح. فهلا جانا جهاز الشيفر ليعالج هذا المواضيع. البوليبات تقدر تنظفها بشكل كامل بدون لا عمى ولا نزف سائل دماغي شوكي. جهاز آمن جدا، قادر يوصل لمسافات بعيدة جدا، وقادر ينظف لك كل هالجيوب. ومسافات دقيقة جدا، مسافات ضيقة يعني. نعم. يعني هو في له مقاييس شفرات الشيفر، عندك مقاييس، في عندك زوايا، انت يعني أكيد. تقدر تناور بكل الجيوب بدون اختلاطات. تماما. الأخت فاطمة كاتبة مرة تانية سؤال دكتور، اسم دواء لتخفيف الحساسية بهالفترة أو أي شيء يريح المصاب. ما بعرف إذا فينا نذكر أي اسم دواء معين. كمان رادة كاتبة الحساسية ممكن تكون وراثة دكتور، وهذا كان أحد أسئلتنا اللي نحن محضرينها. عامل الوراثي يلعب دوره دكتور مثلا؟ طبعا العامل الوراثي له دور كبير كبير كبير. هلا أدوية الحساسية إذا بدها اسم الدواء فيه لورادين عيار 10، تاخذ كل يوم حبة لمدة أسبوع إلى 10 أيام. للبالغين هذا. للبالغين
إذا طفل في شراب دي هيستامين مهم. ملعقة 5 سنتي الصبح أو المساء جرعة مرة واحدة تمام لمدة أسبوع. إذا في استجابة على هذا الدواء خليها تكمل شهر كامل. تماما. إذا صار في نقص خلال فترة قريبة، يعني مثلا قطعت الدواء، رجع بعد 15 يوم رجع الأعراض، هون بدك تزوري طبيب أنف وأذن وحنجرة، بيكون صار في عندها مضاعفات. صح. يعني نحن تجاوزنا مرحلة الحساسية، تماما. صار في عندنا مضاعفات، هون بدك تعالج المضاعفات. الدواء ما بيعالج المضاعفات، تماما. بس يصير في مضاعفات الدواء ما بقى يعالج المضاعفات، مستحيل. صار بدنا ندخل بإجراءات تنظيرية. اكيد اكيد. دكتور، هلا نحن دائما بنختم لقائنا، ما بعرف اذا حدا عنده لسه سؤال. هلا عم اطلع على البث المباشر. الاعمار من 13 فما فوق، هي عم تذكر عن اولادها الاربعه اللي هن مصابين، فهن اطفال، يعني بيعدوا اطفال. اكيد الاخفاض، بنتمنى السلامه لجميع اللي سمعونا واللي شاركونا. مشكورين طبعا باسئلتكم. دكتور، توصيات، نحن دائما نختم لقائنا وعبر منبر بوير توصيات الطبيب اللي بيخاطب فيها الناس الاصحاء واللي معهم هالحالات هاي. هلا بالنسبة للتوصيات، أي عيلة في عندها أطفال، يعني الأهل يفضل أنه يتجنبوا موضوع يعني عطورات داخل البيت، دخان، مواد يعني فواحة، يعني كلور إلى ما شابه فلاش ذلك، وهالامور هاي. نعم. فلاش. مم. هدول المواد ممكن تعمل حساسية مزمنة بالعيلة، سواء عند الأهل أو عند الأطفال. هاي ممكن. نقطة، هاي لازم نحن نتجنبها قدر الإمكان. النقطة الثانية، علاج إذا في أعراض الحساسية اللي ذكرناها، يعني عندك احتقان بالأنف واحتقان مزمن، في عندك طفل عنده ضعف سمع، طفل في عنده شخير، في عنده ضعف شم ما بيشم، يفضل إذا بدك تاخذ دواء الحساسية لا تعتمد عليه لفترات طويلة جدا، لأنه أنت إذا بدك تعتمد على حب الحساسية رح تدخل بمضاعفات أكثر وأكثر، يصير علاجك أصعب وأصعب. النقطة الثالثة، ابتعد تماما عن إبر الكورتيزون. تمام. إبر الكورتيزون تعالج الأعراض لكن لا تعالج المرض، يعني رح تجي بمضاعفات مزعجة جدا. إذا كان علاجك بسيط رح تدفع بلاوي لحتى تخلص من هالمضاعفات. تماما. فهي نصائح يعني قدر الإمكان تماما. يلي بالبال هلا نقدر نحن. قبل ما نختم لقاءنا، في أخ بعد سؤال أيضا دكتور ورح نختم لقاءنا. وشة الأذن مساء ما سببه؟ ما بعرف إذا وشة الأذن شو هي، سواء كان صوت أو فالتعبير ربما يكون. هلا وشة الأذن المساء حقيقة الأسباب كثيرة جدا جدا جدا. مهم. يعني أسباب كثيرة، بحاجة إلى فحص الأذن، فحص السمع، بحاجة إلى شوف المريض عمره معه ضغط، معه نعم. سكر، معه مشاكل أدوية، عم ياخذ أدوية. وشة الأذن بدوس أسبابها ساعات. من هون لبيته في أسباب. أكيد أكيد. نتمنى السلامة لجميع المستمعين اللي يسمعونا وشاركونا. شكرا لكم دكتور أحسن عثمان، اختصاصي بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، على الاستضافة الحلوة والجميلة والمعلومات القيمة. وأهلا وسهلا، شكرا لإذاعة بوير وللأستاذ عماد على هاي الاستضافة شكرا الطيبة. شكرا لكم. شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء مايكروفون، وزملائي بالكنترول والبث المباشر محمد واشرين. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.